دي اسمه عندنا ميفا، يعني بنعمل فيه الاكل والشرب، وزي ما انت شايف كده بنحط البراد كده وشاي وبنعمل لا، هو شاي. ده عباره عن ايه؟ زير تحت الارض؟ لا هو مش زير، احنا بنعمله لا مؤاخذه من الطين، من الطين، من الارض الشرب. تعملي بقى فيه اكل، بتطبخي ايه بقى؟ بنطبخ كل الاكل اللي بتاعنا. محشي، بط، فراخ. يعني انت ممكن كمان رز بنخبز فيه برضه وهو تحت الارض. بنطلعه يعني بتستخدمي النيفه، اسمها ايه؟ هو اسمه كانون. النيفه والبوتاجاز. لا بس البوتاجاز عندنا ما يستخدموش قوي، يعني اغلبيته دي النيفه ونخبز فيه. انا شايفك بتحط شاي كف بلدين، انت بتعمليه تقيل قوي ولا احنا عادي؟ عندنا الشاي مظبوط، يعني مش خفيف. ما فيش خفيف؟ لا مظبوط. شاي الراقيه احلى شاي. هو دي ميفا وراقيه الكل ماشي في الميفا. ده بقى الشاي اللي هو البدوي الصح. دي الحله دي بقى طبخه فيها، تطبخي فيها حاجات تانية بقى؟ بنطبخ فيها المحشي، الفراخ، اللحمه، الرز. بتطيبها على الوش ولا بتحطيها في قلب بنحطها كده زي ما انت شايف، بس بتبقى فيها الاكل بقى. وبنعمل من هنا كده الولعه وتبدا بقى تقيد النار. الحياه والاكل البدوي في حته تانية، طعم تاني. عندنا الاكل يوم بيوم، وما نعملش حاجه ونركن. يعني. كل يوم بيوم، ما نركنش الاكل. ما تركنيش الاكل. لا. انا شايفك كمان يعني في هنا فتحه كده بتطلع الدخان. دي بنحط بها فيها خشب كده بتزود الخشب. بالخشب بتبقى دايره كده. دي اللي بتولعه بقى، دي اللي بتولعه.